في فكرة كده بتسيطر علينا دايما طول الوقت في اختياراتنا، سواء كنا بنشتري حاجة مادية أو حاجة غير مادية وغير ملموسة زي الصداقة، أو حتى لما بنيجي نختار طريق نمشي فيه. الفكرة دي هي إن الشيلة لما بتبقى تقيلة دايما بندور على اللي يقدر يشيل معانا. المشكلة إن في ناس بتفكر زي ما بتشتري أي حاجة في السوق، تلاقي دايما يختار صاحب رخيص، صداقة سهلة ما فيهاش أي التزام ولا تعب ولا عشم حقيقي، صاحب يرد عليك بسرعة على الشات، لكن أول أزمة يختفي ووشه يتبخر كأنه ما كانش موجود أصلا. وفي المقابل في اللي بيختار الغالي، صاحب تقيل ممكن يكون مش دايما فضيلك، ممكن يكون عنده حياته الصعبة، لكن وقت الجد يسند ويشيل، تلاقيه دايما ساب كل اللي في ايده عشان يجيلك. احنا ليه بنحب نختار الرخيص في الحاجات اللي المفروض تكون غالية؟ وللأسف ان الإجابة بسيطة جدا، عشان الرخيص بيغري بالسهولة والسرعة. احنا مش عايزين نتعب في الاستثمار، زي اللي بيختار وظيفة كده بمرتب عالي ولكن بدون أي احترام ولا تقدير ولا قيمة حقيقية. مش مهم ايه اللي بيتقدم، المهم انك بتقبض كويس والفلوس بتيجي بسرعة. او في اللي بيختار شريك حياة عشان بس شكله حلو بدون اي عقل او يكون عنده سند حقيقي. دايما نقول لنفسنا يلا مش مهم، ده اسهل طريق دلوقتي. الرخيص ده عامل زي الدليفري السريع، مريح وبيوصل بسرعة، لكن ما بيطلبش منك اي مجهود ولا التزام. ولكن هنا بقى في كارثة حقيقية، الرخيص عمره ما بيخسرك فلوس بس، الرخيص بيخسرك وقت وثقة وطاقة عاطفية ضخمة، بتدي قلبك وهم وتديه مجهود غير حقيقي، بيوديك لمكان ولا بيشوفك ولا بيقدرك، ودي خسارة نفسية ضخمة بتخليك في النهاية مديون في مشاعرك، مديون في ثقتك في الناس، ومديون في إحساسك بأنك تستاهل حاجة أحسن. انت هنا بتشتري الخسارة ولكنك بتشتريها بالتقسيط. على الناحية التانية، الاستثمار في الغالي ممكن يوجعك في الأول. الصاحب الغالي ده ممكن يطلب منك انك تكون ملتزم، ممكن يقولك لا لو كنت غلطان، ممكن يتعبك شوية عشان توصله، لكنه شراكة حياة حقيقية، بتلاقيه دايما بيسندك على المدى الطويل وبتكبروا مع بعض. الوظيفة الغالية اللي هي فيها قيمة ممكن يكون مرتبها مش خيالي في الأول، وممكن تتعب وتجتهد عشان تبني نفسك فيها، لكنها بتديك احترام لنفسك وتاريخ وخبرة حقيقيين ما تقدرش تشتريهم بالفلوس. اختيار شريك الحياة على أساس القيمة والاحترام المتبادل والعقل اللي بيسند أصعب بكتير من اختيار الشكل، لأنه بيتطلب منك ومنه نضج والتزام وتفاهم، لكن ده هو اللي بيعيش معاك لما الشكل بيختفي، وهو اللي بيقدر يشيل معاك الشيلة وقت ما الدنيا تضيق عليك. لما تختار الغالي انت مش بتدفع فلوس كتير، انت بتستثمر في حاجة تعيش وتكبر معاك، بتمنح نفسك رصيد من النضج، رصيد من العلاقات السليمة، ورصيد من الاحترام لذاتك. لكن لما تختار الرخيص انت بتشتري الوهم، ومجرد ما بتحصل اول ازمة بتكتشف ان الرخيص ده خلى عليك ديون عاطفية ونفسية، وللأسف انك بتدفع ثمنها لوحدك. العلاقات، القرارات واختياراتك اليومية كلها زي عمليات الشراء. فكر دايما، هل اللي بتختاره ده هيسندك وقت الشدة ويزود لك قيمة، ولا هيخليك تدفن نفسك في ديون وهمية أول ما تحتاجه؟ الاستثمار في القيمة بيكبرك، والاستثمار في العروض بيهدك. العلاقات دي عاملة زي البيت اللي شكله جميل من بعيد ولكنه فاضي من جوه. الصاحب الرخيص ده ممكن يكون ماهر جدا في استعراض الصداقة قدام الناس، يضحك معاك بصوت عالي، يعمل لك منشن في كل حتة، لكنه ما يعرفش أبدا يبقى سند حقيقي في الأيام الصعبة. السند ده محتاج مجهود وتضحية ونسيان للذات، دي حاجات مش موجودة في قاموس الشر الرخيص اللي طول الوقت بيدور على مصلحته بس. ديون الرخيص نهايتها للأسف وجع ثابت ومستمر، بتفضل ماشي في حياتك وقلبك محروق، بتلوم نفسك إنك اخترت ناس طلعت للأسف قد الكلام وبس مش قد الفعل، وبتكتشف إنك بقيت عامل زي الكوباية المكسورة اللي كل ما يتحط فيها حاجة بتنقط.
لأنك للأسف استنفذت كل طاقتك في محاولة إصلاح علاقات كانت من البداية صالحة للعرض فقط وليست صالحة للاستخدام الحقيقي. أما الاستثمار الحقيقي في الغالي بيخليك دايما معاك رصيد أمان، عارف إن وراك ظهر حقيقي يسندك لو الدنيا مالت عليك، وده في حد ذاته كنز عمره ما بيتقدر بفلوس. أنا محمد حلمي، وأنت كنت بتسمع حلقة من حلقات بودكاست غاوي حكاوي.